السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله كده عامله معاكم الملبن. كل سنه وانتم طيبين، خلاص كلها ايام وهنخبز بقى الكحك والبسكوت. طريقه الملبن سهله جدا، طبعا دلوقتي هنشتريها من بره غاليه دلوقتي، فنعملها في البيت موفره وسهله جدا ويعني ايه، وحاجات كلها موجوده في البيت يعني. بصي هنا عندي مجين كده من السكر. المج العادي ده بتاع الشاي. مجين بس يكون ايه المج يعني مش مليان قوي، لكن ناقص عقل الصباع كده. بصوا مجين كده من السكر، سكر خشن عادي يعني مش مطحون ولا حاجة. كده حطيت مجين سكر، احط عليهم برضو مجين من المية. يعني الطريقة دي موفرة جدا وكل حاجة موجودة في البيت، وطريقة سهلة جدا خالص يعني مش صعبة خالص. بصوا كده نحط مجين كده من المية. وهنا عندي النشا بقى، احط على كوبايتين الميه وكوبايتين السكر، بس السكر ايه، مجين سكر ناقصين كده من عقل الصباع، هنحط عليهم 7 معالق من النشا. 7 معالق كده من النشا. بس كده عشان ندي بقى الملبن الريحه اللي احنا بنجيبها دي، بقى الريحه الحلوه دي الجميله جدا اللي يعني ريحته حلوه قوي. اللي هو هقول لكم على الريحه دلوقتي، بس هنحط كده معلقه كبيره من العسل النحل. عسل نحل او معلقه جلوكوز المتوفر عندكم. انا المتوفر عندي دلوقتي عسل النحل. هنا بقى عندي ريحه الورد حلوه جدا. انا بصوا الريحه، بصوا اول ما حطيتها كده فعلا انا بعمل او عندي ملبن فعلا بجد يعني. الريحه دي خلت ريحه الملبن حلوه جدا من قبل ما احطها على النار. كده انا حطيت ريحه ورد او ميه مورد يعني. بحطها كده حوالي كده، دي كانت معلقه كبيره. كله كده على البارد يعني، المية باردة من الحنفية، السكر النشا كله على البارد. اقلبه كويس جدا كده لغاية ما ادوب السكر مع المية ومعلقة العسل اللي انا حطيتها. عايزين تحطوا ورد، عايزين تحطوا ريحة ورد اللي يعجبكم، مية الزهر، ده كله بيدي ريحة حلوة جدا جدا للملبن. بجد كان طالع جميل جدا. انا اول مره اعمله حلو جدا بصراحه، كنت عايزه اعمله من السنه اللي فاتت بس يعني ما توفقتش ان انا اعمله. فالسنة دي بقى هنعمله وهنحشي بيه ان شاء الله هنحشي بيه بقى الكحك العيد ان شاء الله. كلها ايام وهعمل معاكم الكحك والبسكوت. بس كده احطه على النار بقى ايه يا دوبك كده متوسطة. مجرد بس ما اسخن المية اللي انا بقلبها دي تسخن بس بسيط، واروح موطيه النار خالص جدا. هبتدي ما اسيبهوش خالص، على طول اقلب فيه كده. مجرد ما يسخن معايا ابتدي بقى ايه اوطي النار خالص خالص، وابتدي اقلب فيه لغايه ما يبقى معايا زي المهلبيه. هو ما بياخدش وقت كتير يعني على النار، بس طول ما انا واقفه لازم اقلبه عشان النشا ما يكلكعش معايا. بصوا بس انزل العسل كده، مجرد ما الميه دي هتسخن العسل هيسيح معايا بكل سهوله. وابتدي بقى اقلب كده على طول على طول، ما اسيبهاش خالص. وبعد كده هوطي النار، هوريها لكم دلوقتي. اوطي النار خالص يعني، احنا عايزين نار واطيه جدا. بصوا بقى وانا حاطاه على النار كده عقبال ما الميه تسخن، الميه بتاعته يعني تسخن كده شويه، عشان ابتدي اوطي عليه واشتغل فيه على طول ما اسيبوش. اجيب اي بقى ايه علبه عندي كده، واروح مغلفاها بالنشا. مش مدهناها اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، هي كده ان علبه ناشفه خالص ما فيهاش ميه خالص، متنشفه كويس جدا. واروح مغلفاها كده ايه بالنشا، بس احضرها عشان مجرد ما الملبن بيستوي معايا، عشان ما يمسكش معايا مثلا في الحاجه اللي انا بعمل فيها كزرونه ولا حاجه، على طول افضيه وهو سخن كده على النشا. يبقى دي نحضرها واحنا شغالين كده، قبل ممكن نحضرها قبل ما نشتغل او احنا شغالين، مجرد ما الايه الملبن كده ايه يسخن معايا احضرها. بس كده حاجة سهلة جدا وبسيطة خالص، ما تاخدش اي مجهود خالص. بس كده. بس انا وطيت دلوقتي النار، شايفين النار يا دوبك، انتوا مش شايفينها، مش باينة خالص اصلا، واطية جدا. مجرد بس انا الاول سخنت المية بتاعتي بالنشا كله بالسكر، سخنته سخن معايا، ابتدي بقى اوطي خالص بحيث ان انا خلاص بقى هو ايه هيخش بقى في السوا كده واحدة واحدة.
تقليب مستمر على طول عشان ما يستويش من تحت وايه ويتحرق مننا او يكلكع معانا ويبقى فيه كتل. انا عايزاه ايه يعني قطعه، يعني كله متجانس مع بعضيه، ما بسيبوش خالص خالص. بقلب كده على طول تقليب مستمر. بصوا كده بدأ يتقل معايا اهوت. خلاص كده بدأ يتقل معايا، برضو لسه ما استواش برضو. خلاص بصوا بدأ يتقل وداخل على السوا اهوت. في برضو حاجة تانية برضو هحطها واحنا شغالين، بس مش دلوقتي. بصوا كده خلاص، طول ما بيسخن معايا كده على طول بيستوي. بس مش مجرد ما يتقل بقى خلاص كده استوى معايا، لا لسه. هقول لكم ايه لما يعني استوى معايا ازاي. هقلب تقليب مستمر كده على طول، بيبقى عامل زي المهلبية الشفافة كده. بصوا تقل معايا ازاي، تقل معايا اهوت. برضو مطيع عليه خالص خالص، معليش ابدا عشان ايه يستوي معايا كويس جدا وما تلسعش مني. بصوا شايفين اهو، شايفين عامل بقى شفاف، اللون الشفاف ازاي. بس لسه برضو في نسبة مية لازم تتبخر معايا كويس جدا. على قد ما اقدر برضو هوطي النار دلوقتي برضو تاني. بس وانا شغالة وطيت النار، احطه على النار واطية جدا جدا، وابتدي اقول لكم احط له ايه المادة الحافظة بتاعته. المادة الحافظة بتاعته بقى يا حبايبي هو ايه؟ ملح الليمون. بصوا على طرف المعلقة الصغيرة بتاعت الشاي، يعني مش هقول لكم ربع معلقة، لا على طرفها، على ايه، معلقتين كده مية كبار. بصوا كده معلقتين، مش كتير مية، معلقتين بس ادوب فيهم بس ملح الليمون. ملح الليمون ده ما تكتروش منه عشان ما يبقاش مزز، ان هو بيبقى عامل زي الليمون المزز كده، ما تكتروش منه، دي مادة حافظة ايه الملبن. يا دوبك كده على طرف المعلقة زي ما وريتكم كده، على معلقتين مية حطوهم في المرحلة دي بقى كده، ونقلب ايه على طول لغاية ما تتقل معايا كويس جدا كده، تبقى كتلة كده تحس ان هي ثابت القزرونة كده اهوت بالمعلقة. يعني شوفوا لسه برضو هي، شوفي سايله شويه، انا عايزاها ايه، تحس ان وانا بقلب كده بتسيب من الكزرونه كده في قعرها كده، احس ان هو خلاص بقى اتلمت ايه كوره كده مع بعضيها كده. شايفين هو لسه هو تقل بس لسه شويه، عشان مجرد ما افضيه كده وافرده يمسك معايا على طول. نقلب فيه شويه كده. دي بقى مادة حافظة اللي هو ملح الليمون، ايه مادة حافظة، وبيخليه يعني قوامه يبقى ثابت، يعني ما يسحش معايا ولا اي حاجة. بس انا فصلت وقلبت شوية حلوين كده، وبعد فصلت وجيت تاني اهوت كده خلاص. شايفين بقى عامل، بص بتبقى عاملة زي الكتلة كده وانا بقلبها، مفيش حاجة سايلة خالص. لازم ايه يتبخر خالص المية اللي موجودة فيه خالص كده. النار واطية جدا خالص عشان ما يتحرقش مننا. شايفين النار واطية جدا. نديله تقلبتين برضو كده كمان. بس كده هنقلبه بقى تقلبتين كده وخلاص. ولازم تحضروا علبة قبل ما ايه ما يتقل معاكم بالطريقة دي كده، تكونوا محضرينها من البداية، يعني من الأول قبل ما تحطوا مثلا على النار، أو حطيتوه لسه ما سخنش معاكم، بحيث مجرد ما يخلص كده تفضوه على طول. ولو عايزينه بقى اللون الأحمر اللي انتوا بتشوفوه ده في مولد النبي كده، الألوان بقى الأحمر والأصفر، بتجيبوا لون طعام كده اللي هو من عند بتاع الحلويات. شايفين كده اهو خلاص، بصوا تقل معايا جامد جدا كده. بتجيبوا اللون الاصفر او الاحمر، وفي المرحله دي كده وانتوا شغالين تروحوا حاطين اللون، او ممكن تحطوه قبل ما تحطوه على النار اصلا مع الميه، وتقلبوه يديك اللون الاحمر او اللون الاصفر اللي انتوا عايزينه. انا عاملاه بس اللون الشفاف الابيض ده عشان انا هحشي بيه ان شاء الله باذن الله الكحك بتاعنا باذن الله. عايزين تحطوا فيه سوداني، عايزين تحطوا فيه مكسرات بقى ايه، في المرحله دي كده بقى
اخر تقليبه تروحوا منزلين فيه المكسرات اللي انتوا عايزينها، او تخلوها على الوش، يعني تحطوها في قعر العلبه اللي انتوا تحطوها حسب ما تحبوا عايزينها على الوش، او في قلبيه من جوه. لو في قلبيه من جوه في المرحله قبل ما تفضوه في العلبه تقلبوه تقليبه كويسه كده، وتروحوا مفضينه في العلبه وتفردوه كده كويس جدا كده، وتحطوا على وشه برضو شويه نشا، وتحطوه في التلاجة لغايه ما يبرد حوالي ساعه. بس افضي بقى بقيه اللي في القزرونه كده كويس، اي حاجه كده افضيها قبل ما تبرد وهي سخنه كده عشان تتفرد معايا بكل سهوله، واحط على وشه النشا واحطه في التلاجة لمده ساعه. بس كده هوريهولكوا بعد ساعه طالع حلو جدا، والريحه ما شاء الله بجد بجد ململ بجد، يعني زي اللي بتشتروه من بره ويمكن انضف واحلى كمان. كده خلاص بقى احطه على وشه. شوفوا انا لسه سخن ولسه بصوا متمسك معايا خالص اهو، ولسه سخن. احط على وشه بس كده حبه من النشا كده، نرش عليه شويه من النشا ونوزعهم كويس جدا كده، نفردهم كده على وش الملبن كده، واسيبه لمدة ساعة في التلاجة بس يتماسك عشان اعرف اقطعه واوريهولكم. بس كده احطه في التلاجة يبرد ويتماسك وهوريهولكم بعد ساعة. بصوا كده بعد ساعة بعد ما برد خالص، بصوا تماسك ازاي. ابتدي بقى اقلبه. طالع ما شاء الله حلو جدا، وريحته بجد حلوة جدا جدا، والطعم حلو قوي، حلو يعني بجد. احط بس على وشه نشا كمان، حبة نشا كده من فوق كده عشان لما اجي اقطع ما يلزقش في السكينة. هقسمه نصين كده وحسب التقطيع اللي انتوا تعملوا تقطعوها يعني، واللي انتوا عايزينها يعني اي تقطيع. كده كده في الاخر هيتهرس بالشوكة بقى وهيتعمل كور وهيشتغل بقى احلى شغل ان شاء الله. بس كده اقطعه. بصوا متماسك معايا ازاي. انا حطيته بس لمدة ساعة في التلاجة. طلع ما شاء الله حلو جدا. انا عاملاه بس عشان خبيز العيد، بدل ما نشتريه من بره بقى غالي جدا، احنا نعمله في البيت قبليها ونحشي بيه الكحك، نحشي بيه بقى القراقيش، نحشي بيه اي حاجه انتوا عايزينها، قرص، اي حاجه. بصوا عامل ازاي حلو جدا والطعم جميل جدا جدا. اي حاجه تعملوها من المخبوزات ممكن تحشوها بالملبن ده، وانا ان شاء الله هخبز بيه الكحك وهحشيه معاكم ان شاء الله. شايفين عامل ازاي طعمه حلو جدا جدا. وطبعا لسه يعني بعد ساعة بقى بالمنظر ده كده، طالع بجد حلو قوي، والريحة والطعم ما اقولكوش ملبن ملبن يعني. ان شاء الله رب الطريقة تعجبكم تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك. وان شاء الله باذن الله اشوفوا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.